ازاي تربي راجل؟ طبعا كلنا بنعاني في مجتمعنا العظيم من كم لا نهائي من اشباه الرجال، وانا اسفه على الدخله السوداء اللي انا داخله بيها الفيديو، لكن اكيد كل ولية امر وكل ام بتسمعني دلوقتي فاهمه انا بتكلم في ايه. كمية الرجالة اللي بتشوفيها في الشارع لو وقعتي في موقف ما يتحركوش، الناس اللي تبقى مثلا شايفة واحد بيتحرش بواحدة في ميكروباص فما يتكلموش، الناس الأنطاع اللي منتشرين في كل مكان، اللي ممكن يبقى في ايدهم ان هم يغيروا حاجة او يتدخلوا بتصرف معين ينقذوا بيه الدنيا وما بيعملوش. فكرة انتشار الأنطاع وأنصاف الرجال في المجتمع بيخليكي دايما عندك هم شديد جدا ان انتي ابنك اللي انتي بتربيه دلوقتي ده ما يطلعش نطع كده، خاصة لو كانت النطاعة دي كمان معاكي انتي كأم. يعني انا اكم من الامهات بشوفهم مع عيالهم، العيل مثلا تبقى امه شايله شنط قد كده مثلا ما يعرضش عليها ان هو يساعدها، امه تبقى متبهدله وهو نايم على ظهره مثلا لحد الظهر ولا العصر، وامه طالع عينها مشاوير ومتبهدله، وممكن تكون بتشتغل وممكن يكون ابوه مش موجود اصلا. فبالتالي العيال انطاع. فعشان ما تربيش نطع في البيت، في مجموعة كده من الحاجات أو مجموعة من التصرفات اللي لازم تعمليها معاه من هو صغير علشان ما يطلعش معاكي نطع. أول حاجة دايما لازم تحسسيه انه مسؤول. يعني دايما تكلميه عن الرجالة، خاصة بقى لو كان ابوه مش موجود، سواء بقى مسافر، منفصل، هربان، نايم، متخلي عن مسؤوليته، ملوش علاقة بالقصة، بايع الليلة، ايا كان. يعني اذا كان الاب مش موجود ماديا او معنويا فانتي عليكي عبء تقيل جدا 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 علشان تربي راجل. لانه في حالة عدم وجود الاب لاي سبب من الاسباب اللي ذكرتها او اللي ما ذكرتهاش، فالطفل ما بيكونش قدامه نموذج يقدر يعتمد عليه او يعتمده كهي دي الرجولة، فبالتالي بيبقى شايفك انتي امه قدامه. وبالتالي هنا للاسف امهات كتير بتقع في غلطة شنيعة جدا، ان هي تبتدي تتعامل مع العيل باعتباره بنت مش ولد، بتبتدي تدلعه، تبتدي تريحه، تبتدي تعمل تصرفات كتير جدا بتخلي النتيجة النهائية ان احنا عندنا نطع مش راجل. وبالتالي فلو انتي لقيتي نفسك في الموقف ده، خليني اقولك مجموعة من النصايح او مجموعة من الخطوات اللي هتساعدك ان انتي تربي راجل بفضل الله وكرمه. فخليكي معايا، بس قبل ما ابدأ يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نبدأ على طول. الحقيقة انه اول طريقة تقدري تساعدي بيها ابنك انه يكون راجل، انك طول الوقت تكلميه عن الرجالة بتكون عاملة ازاي. يعني في كل تصرف بتيجي توجهيه فيه تقوليله الرجالة الحقيقيين بيعملوا كذا. مثلا نايم على بطنه بيتفرج على التلفزيون في البيت، يا حبيبي الرجالة ما بتنامش على بطنها. شايله شنط كتير وهو ماشي جنبك باصص في السما، يا حبيبي الرجاله ما بتسيبش الستات اللي معاها تمسك تشيل شيل او تمسك شيل، المفروض تساعدني او المفروض تاخدهم عني انا او عن اختك او عن خالتك او عن عمتك، انت راجل. فطول الوقت كلمه راجل دي على بقك طول الوقت، الراجل بيعمل كذا، الراجل المفروض كذا، انا بعمل كذا عشانك يا حبيبي، بس المفروض ان الراجل هو اللي يقوم بالوظيفة دي مش الست. يعني مثلا انتي مثلا بابا متوفي مثلا وانتي اللي بتدفعي له فلوس المدرسة مثلا، فتبتدي تفهميه بالراحة انه انا بدفع لك مصاريف المدرسة، لكن المفروض انه بابا هو اللي كان يدفعها، طبعا الله يرحمه. آه الرجالة هي اللي بتقوم بمصاريف اولادها. تيجي تفهمين ان ده ما يجب ان يكون. انا بوصلك التمرين بس هو بابا اللي المفروض يوصلك، لكن بابا عنده شغل، فمعلش يا حبيبي انا بوصلك بس دي كانت وظيفة بابا انا بعملها عنه، لكن ده ما ينفيش ان دي مهمته الاساسية معاك. تبتدي كل خطوة كل تصرف بيعمله على مدار اليوم تبتدي تخاطبيه كراجل، وانه ما يجب ان يكون هو كذا. مع الوقت هيطور في مخه انه الرجالة ما بتنامش على بطنها، الرجالة ما بترنخش في السرير للعصر، والستات هم اللي بيبقوا بيعملوا
كل حاجة، الرجالة بتنزل تقضي الحاجات للسيدات، الرجالة بتشيل، الرجالة عندهم قوة تحمل، وهكذا. تمام، ده اول حاجة. تاني طريقة او تاني سر يخليكي تعملي راجل بجد بقى جوه البيت، انك تتعاملي معاه على اساس انه انسان عنده كيان مستقل، وما تتجاهليش وجوده. يعني تعامليه كأنه راجل كبير فعلا. كبير يعني تستأذنيه في الامور اللي المفروض يكون فيها اذن منه. يعني زي ان مثلا هتستخدموا حاجة من حاجته، او هتاخدي فلوس هو محوشها ما انت اتزنقتي فيها، فما تروحيش تاخديها من وراه. لا، استأذنك ممكن اخد كذا، وافق وافق، ما وافقش ما وافقش. بس اقصد انه لازم يكون له كلمة في الامور اللي تخصه او الامور اللي تتعلق بيه. ناس كتير هتقول لي ايه العبط اللي انت بتقوليه ده، انت كده هتمرعيه. اقول لكم لا، معلش، مش هيتمرع، لكن هيطلع راجل حاسس ان له كيان وشخصية وجود. وده بالظبط اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله في موقف بيحكيه البخاري رحمة الله عليه. بيقول بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه للأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. يعني أنا مش عايز حد بصراحة ينال بركة الشرب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غيري أنا بس أهو. فأعطاه إيه؟ يعني الولد قال له: لا معلش، أنا مش عايز حد يشرب من الكوباية دي وياخد بركة الشرب ورا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنا. يعني الرسول استأذنه في حاجة والولد رفض وقال حاجة، فالرسول عمل ايه؟ ادى الولد الكوباية. انتوا متخيلين يا جماعة؟ الرسول بيستأذن طفل صغير في وجود شيوخ كبار، اللي هو مش لا استنى انت يا انت صغير، يلا اوعى اوعى كده، انا ادي للشيوخ الاول ولما يخلصوا لو فاض منهم حاجة نبقى نديك. لا، هو هو هنا برضو مش بيكبروا عليهم، لكن بيعلموا بشكل غير مباشر يعني ايه رجولة، يعني ايه ادب، يعني ايه استئذان، يعني ايه حد كبير بنحفظ منزلته، وحد صغير برضو بنحفظ حقوقه ومنزلته واحترامه. احترام الشباب ووضعه ومكانته حاجة مش سهلة. موقف صغير اتحول فيه غلام، طفل لا يعني صغير جدا، لكيان بيستأذن في وجود الكبار. هي دي القيمة الحقيقية اللي بتصنع لك راجل حقيقي. حكاية تانية بيحكيها الترمذي بسند صحيح عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت: كنت مع أنس فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. رسول من ربنا مش متعالي على أطفال صغيرين في الشارع، لما يعدي عليهم بيسلم عليهم زي ما بيسلم على الكبار: سلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. ما بتتقالش للناس الكبار اللي نعرفهم بس، لا، بتتقال كمان للأطفال الصغيرين. تصرف صغير بس يعلمك يعني ايه كيان بتبنيه وبتحافظي على معالمه، وشخص بتديله احترامه، فبيطلع يحترم نفسه زي ما بيحترم الآخرين، ويحترمك انت كمان. وطبعا العكس بالعكس، المهزأ بيبقى مهزأ لنفسه ومهزأ مع الآخرين ومهزأ في المجتمع، وفي النهاية نطع لا يعول عليه، وده احنا مش عايزينه عشان الناس ما تحاسبنش عليكي في الآخر. طيب ايه كمان ممكن نعمله عشان نطلع راجل؟ عشان نطلع راجل ما تبقيش عليه شبه الطيارة الهليكوبتر. الأم الباراشوت أو الهليكوبتر دي وصف بيستخدمه الباحثين عشان يوصفوا بيه الأم اللي بتحمي ولادها زيادة عن اللزوم، بتحوم حواليه وتلف وتفضل طول الوقت بترتب له حياته، وترتب له هدومه، وترتب له يومه، وترتب له حاجته، وتقول له دخل نفسها في كل صغيرة وكبيرة. ما بتديلوش فرصة يشم نفسه وياخد قرار واحد عن نفسه، لدرجة ان هو يعني لو راح يشتري هدوم هي اللي بتختار له الالوان. ساعات الام بتعمل كده بدافع الحب والخوف، وان هي عايزه يبقى احسن حاجه وافضل حاجه. للأسف هي صحيح بتأثر المسافات، لكن بتأثر كمان شخصيته، بتأثر نفسه، بتأثر رجولته. الحقيقة ان هي بتأذيه وبتاكل حقه وبتوقعه في مأزق فظيع جدا، انه بيطلع في النهاية ابن امه اللي ما بيعرفش يعمل اي تصرف من غير ما يرجع لماما. ما بيعرفش يقع ويقوم، ما بيعرفش يتعلم ويقرر، ما بيعرفش يعمل حاجة من غير ما يكون واخد ختم الموافقة من ماما. لازم ماما هي اللي تقولي، ولازم ماما هي اللي توجهني، ولازم ماما تقولي اوكي او ما تقوليش اوكي.
طيب تاني حاجة ما تحليش مكانه في شيء، يعني ما تلحقيش ابنك في مشاكله الصغيرة والكبيرة، ما تصلحيش غلطة هو عملها، ولا تحلي مكانه في خناقاته مثلا مع اصحابه وتقومي تكلمي الامهات وتشتكي لهم وتعاتبيهم وتصلحي العيال على بعض ولحسن ابني يبقى منبوذ او مظلوم وسطيهم. لا، سيبيه يتصرف ويحل مشاكله ويفكر ويشوف المشكلة حصلت ليه ويتناقش معاه في ازاي ممكن يصلح، بدل ما انت اللي بتصلحي مكانه. كمان ما تعمليش الحاجة اللي هو بيعرف يعملها، يعني ابنك قلع هدومه ورماها في الأرض، ما تروحيش تشيليها مكانه وتبتدي أصله معلش، أصله كان مستعجل، أصله ما خدش باله. لأ، ما تروقيش سريره، ما تشيليش لبسه، ما تشيليش عنه شنطة المدرسة، اللهم إذا كانت تقيلة طبعا هو سنه صغير، ما تشيليش انت كيس السوبر ماركت وهو ماشي جنبك باشا. ما تعمليش مكانه اللي يعرف هو يعمله عشان تريحيه أو عشان تنجزي أو عشان ما فيش وقت. سيبيه يشيل المسؤولية في اللي يخصه من صغره، عشان بكرة هيبقى راجل مش متخيل أصلا إن المفروض يعمل متطلبات الحياة العادية لنفسه، ما بيعرفش يقلي لنفسه بيضة، مش متقبل فكرة إن ما فيش اللي يشيل عنه. ويا سلام بقى لو ماما لا قدر الله توفاها ربنا، يعني خلاص سيبيه يتعب عادي، مش هيجراله حاجة، ساعديه بس مش طول الوقت. كمان ما تنفخوهوش على الفاضي، اديله برستيج واديله مكان، ولكن مش طول الوقت تعامليه على انه ده اللي ما جاش زيه، ده ولد على 10 بنات. انا الحقيقه يعني، وده موقف لا انساه، واحده ست ماشيه بتشحت في الشارع، فمعرفش ابنها يعني ايا كان السبب اللي هي بتشحت عشانه، فكان من ضمن مسوغاتها ان هم الناس تديها فلوس انه ده ولد على 5 بنات. فهي لحد اللحظة اللي بتشحت فيها هي بتديله مسوغ انه عنده افضليه تخليه يستحق المساعده، انه ولد على 5 بنات. فهي شايفه كده انه بني ادم مش يعني فوق الطبيعي وفوق العادي. ولا، معلش، الأم الكويسة هي الأم اللي بتخلي ابنها شايف نفسه إنسان عادي، مش أحسن من الناس ومش فوق الناس. بنحبهم وشايفينهم أحسن من الدنيا كلها، لكن لو انتي شجعتيه على الغلط، زي انه مثلا ضرب حد، فمعلش لا، ابنك اللي غلطان، او انت ما فيش زيك في الدنيا، او انت غلطت بس انت معلش ما كانش قصدك. لا، كلام النفخ بيخلي الطفل يكذب على نفسه ويصدق حاجات عن نفسه هو دي مش حقيقته، هو مش دريان. وبالتالي احب اكد لك انه مش معنى كل اللي فوق ده ان احنا ما نكونش في ظهر ابننا وندعمهم، لا، ندعمهم بس بالعقل، ما ننزلش عليهم زي الهليكوبتر، ما نشيلش عنهم اخطائهم، نفهمهم الصح وفي نفس الوقت نبقى احنا كمان فاهمين الصح. آخر حاجة حابة أقولها لك إنه تربية راجل في هذا الزمن البشع مش حاجة سهلة. لو قدرتي إنك تعلميه رياضة قتالية فما تتردديش، ولو في مقدرتك إنه يلعب رياضة بأي شكل ما تتأخريش، ولو حسيتي إنه مصاحب أصدقاء سوء بالطريقة كده وباللطف، حاولي تجريه لأصدقاء تانيين وتمنعي الأولانيين عنه، بس مش بشكل مباشر عشان ما ينفرش منك. ابنك هيبقى شبه أصحابه بالظبط، واختياراته هي اللي هتشكل شخصيته بعد كده. أصحابه كويسين ومؤدبين وبيصلوا، هيطلع هو كمان مؤدب وكويس وبيصلي. أصدقائه بيمشوا في الشارع يفضلوا يلعبوا في كورة لحد نص الليل وما بيحترموش المذاكرة وما بيحترموش أمهاتهم، هو كمان هيكون شبههم. حاولي طول الوقت تكلميه عن الصحبة الصالحة، وانه ضروري يكون اصدقائه شبه اصدقائه بالشكل اللي هو انت تحبي وتتمني ان هو يكون عليه. وفي النهاية اتمنى لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد، واستنوني دايما في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير. الفيديو